بدنا نروح لأمورك الفنية وبنبداها مع كليب اعذريني اللي سمعنا أنه مرشح لشي جائزة عربية. مزبوط، هو كان مرشح، موضوع انفتح، كان مرشح مثل تبع الميوزك اوورد تبع مصر، بس ما بعرف شو عاد صار اخر شيء، وفضل ما علق هلا، فضل علق بعدين على اللي صار لانه اللي صار ما عجبني ابدا. بس صار في نوع كثير كثير مش حلو، بعتقد ما رح اسكت عنه كثير، رح احكي فيه. ليه ما بنحكي فيه هلا؟ مش حابة، عم فكر اذا بحكي فيه ولا بسكت عماد، لانه حقك هيدا، شوي هيدا حقك لازم تحكي. حقي، بس انه ما كثير حبيت القصه اللي صارت، سو بفضل يكون الوراق بايدي والبروفز بايدي واحكي فيهم هن بايدي احسن. للحين ما يصيروا بايدك، خلينا شوي هيك بين الملامح شو صار لحتى كان مرشح وكان حيوم يكون موجود، شو صار لبطل؟ ما هذا اللي ما فهمته انا، انه انا كنت بالترشيح من الاول على مده كذا شهر، وصلت للنهائيات، وصلت انا وتامر حسني وسميرة سعيد، واذا بينشال اسمي دغري بنحط اسم اليسا. انا ماني ضدها لاليسا اكيد، بس ما بعرف ليه صار هذا الشيء، بس انا حابه اعرف. وديجا كان اسمها مش وارد على اللائحه، مش لانه اليسا ولا ميسم ولا مين، لانه القصه صارت انه كان في كنا طالعين وصلنا للنهائيات، وب 29 ايار كان مستلم جوائز، يعني الساعه ب 29 بيكون عيد ميلادي، بالنهايه روتانا شركتها. يعني ما بعرف شو عم بيصير، بركي بكره بتاكد شو عم بيصير، لحتى ما كنا عم بحكي حكي كثير من راسي. بقول لك انا ضيقت وقتها، بس بعدين نسيت، لانه بركي عندي كثير اشياء اعملهم اكثر من انه اوقف هون. يعني ماني كثير محمسه بقى انه اعمل ضجه منها، لانه انا بعتبر انه مشاريعي والقصص اللي عم بعمله بحياتي اهم بكثير انه اوقف هون يعني.